كابتن صابر المنياوي المدير الفني للفريق الاول نادي النصر كابتن مرحب بحضرتك شركه فقرة اليوم. طبعا مش عايزين نتكلم بقى في حاجه فاتت، هي صفحه ونفوت لمباراه نادي الزمالك. عايزين حضرتك تكلمنا وتطمن جماهير النادي المصري على مدى استعداد النادي المصري الجوله الثانيه مع اتحاد الشرطه، خصوصا اتحاد الشرطه استطاع في الجوله الاولى ان يحصل على 3 بونت من وادي دجله. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا شخصيا يعني بعتذر بالنيابه عن لعيبه جماهير بورسعيد ان احنا ادينا ماتش وحش، لان النتيجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. انا كان ممكن ابقى يعني طالع مش زعلان لو احنا خسرنا بس لعبنا كويس، لكن احنا نستحق الهزيمه لان احنا ما عملناش اي دور هجومي. ايوه انا حذرت اللعيبه ولازم نقفل كويس ونعمل، بس كان في هجمه مرتده اشتغلنا عليها، يمكن انت كنت موجود في اخر تدريب واتكلمنا فيها، وبعدين بنلعب ب3 ورا عشان الباكين يهاجموا. ما حدش هاجم ولا حد راح لمحمد نصر وريشه خالص، حتى ايهاب اضطر ان هو ينزل يعمل مساعده دفاعيه، ودي كانت مطلوبه منه يعني بنسبه 30% فقط، ان هو ينزل بس تحت محمد. فالاداء ما كانش كويس خالص، ويمكن يعني الظروف واللخبطه، ويمكن اول ماتش في الدوري انت عارف ان الفريق مر بعقبات كتيره جدا وحاجات انا مش عايز اتكلم فيها، لان انا ما بحبش يعني ان انا اعمل مبررات ليا ولا لفرقتي. احنا مهما حصل ومهما كانت الظروف صعبه بالنسبه للعيبه المصري والفريق المصري، يعني كان ممكن نعمل اداء احسن من كده. هل تتخيل ان احنا دخل فينا جول في الدقيقه 26 يعني برضه، واحنا يعني الشوط الثاني يمكن الشوط الاول احنا دفعنا فيه فترات كويس، نادي الزمالك مستحوذ بس بدون خطوره، لكن في كور كانت خطر في الشوط الاول. الشوط الثاني ما اشتغلناش بصوره صح، ولا يعني دفاعا ولا هجوما. كان الموقف يعني سيء جدا، وانا يعني زعلان جدا طبعا على الاداء، واللعيبه زعلانه. واحنا اتكلمنا مع بعض ثاني يوم لما جينا هنا والتمرين، قلت لهم يعني ان احنا يعني انا عملت يعني دفاع شويه، لكن هو مش عشان الدفاع، عشان العب على هجمه مرتده، وما حصلش اي حاجه من الكلام ده، ولا مره حصل ابدا هجمه مرتده ولا مره. حتى الكوره الكورتين وصلوا، وكره حسام اللي جت في العارضه دي، كل ده كلام يعني مش كويس. فقلت لهم احنا ما اتكلمناش كده، وانت لازم تفهم الموقف. انا كنت حريص، لكن انتوا زودتوا الحرص زياده عن اللزوم بشكل خلى الفريق شكله وحش والاداء مش كويس، وعمرنا ما كنا هنجيب جول وعمرنا ما هنكسب. فبرضه انا حسيت ان حاله الفريق مش كويسه يعني في الشوط الاول، وحتى نص الشوط مدار الشوط الثاني. عشان كده كابتن الاستراحه بين الشوطين حضرتك اتكلمت كده، قلت لهم انتوا ليه متاخرين ليه، وفين محمود شاكر واسامه جنبين واسامه ومحمد بسيوني وحسام لازم يتقدموا، وايهاب لازم يبقى جنب محمد مصري. عشان كده كل الكور اللي راحت لمحمد مصري هي كمان مش مظبوطه، يعني كل اللي بيلعب متسرع جدا من ورا، ما اعرفش ليه. يعني اسامه يمسك كوره او هي تجيله وان تاتش يلعبها، بتلعب ليه وان تاتش؟ الراجل لسه ما تعادلش ولا جري ولا ايهاب خد مكان، حاجات زي كده. فاتكلمنا والموقف ما اتغيرش، انت فاهم؟ فطبعا انا برضو يعني اذا كانت اللعيبه اللي هي بتدافع كويس ادائها مش كويس، والاداء الدفاعي مش كويس، فانا صبرت على محمود عبد الحكيم وتاخرت عليه عشان كده، ان ممكن الماتش يطلع 0-0 وهو ماتش ويخلص ويعدي وتبقى النتيجه يعني ايه معقوله، بس اداء وحش مش مشكله. فطبعا مجال بنالتي ابتديت افكر في محمود، وابتديت افكر في ان احنا نعمل تبديل شويه. كان حسام تعب شويه، وبعدين محمود نزل عمل في اخر 10 دقائق او اخر ربع ساعه لعبهم، عمل برضو يعني حاجه هجوميه كويسه. هو بس مع الناس، مع عطيه شويه جري، ومع محمد محسن شويه جري. فين باقي الفريق؟ مفيش. محمود شاكر مفيش، اسامه مفيش، ما كانش في شغل في اللجنان، مفيش حاجه خالص. يا كابتن احنا لاعبين، خلي بالك 3-5-2 اللي احنا لعبنا فيه قبل كده،
وكنا مستريحين فيها. اصلا مش طريقه دفاعيه، دي طريقه هجوميه عشان انت تطلع الباكين زي الاجنحه بالظبط، وتلعب على الاجناب وكده. فللاسف الشديد طبعا ما حصلش الكلام ده. وانا برضو مش عايز اقول الظروف واعذر اللعيبه، هو ماتش وعدى يا عمرو، وارجو ان احنا يعني احنا كلنا اتعلمنا، ومحمود برضه عبد الحكيم اتكلم وقال ان احنا كلاعيبه برضه احنا عملنا حساب من الزمالك زياده عن اللزوم، برضه ده اثر علينا نفسيا وضغطنا شويه. طبعا المستوى يعني لا احنا ما كناش في المستوى خالص، يعني المصري باي شكل من الاشكال وفي اي ماتش ما كانش زي الدرجه دي، الا فترات احنا كنا بندافع كويس. يعني ايوه الزمالك مستحوذ الكوره حتى قدام ال 18 بس ما فيش خطوره، بس في فترات دخلوا لولا احمد الشناوي طبعا الله يكرمه طبعا ويديله الصحه والوفاء، يعني كان متالق الماتش ده. وخلي بالك يعني برضه انا بقول ان لو دخل فينا جول بدري كانت الظروف هتتغير خالص، يعني كان اداء الفريق هيتغير خالص يعني. فبرضه هم ممكن كانوا حريصين شويه ان هم يعني منكمشين عشان النتيجه كانت 0-0. طبعا الكلام ده مش كويس، لان اما بتكتر الهجمات على اي فريق بيحصل اخطاء، زي ما حصل خطا بتاع البنالتي ودخل جول، وبعدين خطا ثاني من عمرو موسى المفروض كان يلعب الكره لاسامه، لو اتلعبت لاسامه كانت هتبقى كويسه جدا، يعني ممكن يتعادل تترد من هنا الجول عليك. يعني هو الماتش ما كانش كويس كلية، حتى التكتيكس بتاعه ما كانش كويس، ولا الفنيات بتاعته ولا الجري. يمكن انا بقول لك بس عشان اول مباراه اللعيبه كانت يعني مضغوطه شويه نفسيا، في رغبه كابتن كان في الماتش حاجه كده يعني حاجه كده. وانا من خلال حضرتك يعني والموقع بتاعك انا برضو بقول لجماهير بورسعيد، يعني هو في هتاف جميل بيقولوا يعني العبوا ما تخافوش وحاجات زي كده. انا مش عايز الهتاف ده، لان هم يعني بعد اذنكم يعني انا مش عايز اقول لهم ان انتوا تخافوا. احنا خلاص خرجنا بره بورسعيد ولعبنا وهنلعب واللي في ايده حاجه يعملها يعني، لكن احنا خلاص يعني الحمد لله التجربه وعدت يعني. فاحنا ان شاء الله بامر الله تعالى مش يعني مش عايزين يبقى في تخويف للعيبه ولا بتاع، واللعيبه مش خايفه الحمد لله دلوقتي، والماتش الجاي ان شاء الله واللي بعديها تبقى. كابتن سبب كان في طبعا استياء طبعا من قبل جماهير النادي المصري بسبب الماتش الاولاني، واكيد كان في سلبيات طبعا، والجهاز الفني طبعا يحترم انك انت حضرتك تصرحت بان كان في سلبيات، كان في اخطاء. اكيد طبعا في يعني هتبقى خبرتها حضرتك في مباراه الاتحاد الشرطه. من ضمن السلبيات دي حاجه رئيسيه جدا بالنسبه يعني طريقه اللعب هتتغير، مش هتلعب ب 5-2، طريقه اللعب هتتغير وخلاص. فان شاء الله بامر الله تعالى يكون في اداء احسن، لان الطريقه مش مناسبه يعني خالص. بالنسبه للتشكيله كابتن ما هتتغير؟ في عناصر جديده تدخل. في سيد عبد العال خرج عنده شد خصام خفيف، فهيطلع ان شاء الله. وفي تشكيل من جوه يعني تغييرات اللي كانوا بره يدخلوا تغييرات كده، يعني اللي جوه هيطلع بره وكده، لان طبعا هو خلي بالك انا عارف ان الخبراء بتوع الكوره كتير، فيقول لك هو ده لعب الماتش لازم يثبت التشكيل. اولا هو التشكيل المفروض ما يتثبتش دلوقتي، انت بتلعب 3 ماتشات في 9 ايام او 8 ايام بالظبط، يعني كل 4 ايام ماتش مفيش. لا ده كل 3 ايام، كل 3 ايام بالظبط كده. فانت لاعب الاربع والحد والخميس دول بالظبط 8 ايام، لما تلعب فيهم 3 ماتشات لازم تغير وتجدد الدم في الملعب. واحنا غيرنا التكتيكس بتاعنا ان شاء الله، وان شاء الله هتبقى فيه حاجات كويسه ان شاء الله. في النهايه كابتن سبع عايزين حضرتك انك انت تبث الطمانينه اللي لدى جماهير النادي المصري، تحب تقول كل الكلام اللي انا قلته ده طمانينه. بص يا عمرو، انا عمري ما اوعد لاي حاجه، لان يعني شغلك وشغلي وشغل اي حد في الجماهير ده توفيق بيد ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا بنجتهد واما بنغلط بنقول احنا غلطنا، او احنا في قرارة نفسنا يعني لا نخجل
ان احنا يبقى اخطأنا ونقول للناس ان احنا اخطأنا عادي جدا، او اقول لنفسي انا اخطأت انا وزمايلي، ونتكلم مع بعض بمنتهى الصراحه. واحنا يعني احنا الاربعه الجهاز الفني بنتكلم غلطنا في ايه، وايه اللي كان سلبي، وايه الاحسن، وكل الكلام ده احنا بنعمله. ف انا دايما قعدت يعني التوفيق بيد ربنا سبحانه وتعالى، لكن احنا علينا ان احنا نجتهد، وغلطنا نصلح الخطأ، وبرضه التوفيق بيد ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يكرمنا ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، نتمنى يا رب كده التوفيق يا رب كده باذن الله. الله يخليك يا صاحبي، شكرا. شكرا لك.